أنا شايف آراء كتير سلبية من جمهور النادي الأهلي على السوشيال ميديا بعد انتهاء فترة القيد الأفريقي بالنسبة لمباراة السوبر المصري، وإن الإدارة فاشلة، وإن الإدارة فاشلة في التعاقدات، وأمير توفيق لازم يمشي، وإن الخطيب مش عايز يصرف ويجيب الصفقات اللي كل الجمهور عاوزها، خصوصا إن إحنا داخلين على بطولات كبيرة زي كأس الانتركونتيننتال اللي هتبتدي في شهر 10، بطولة كأس العالم للأندية في 2025. وأنا معاك فعلا موسم الصفقات إلى الآن ما هواش الموسم المرضي لكل جماهير النادي الأهلي وأنا منهم. انا واحد من الناس اللي عملت فيديو قبل كده واتكلمت فيه وقلت لك ان الصفقات اللي جابها النادي الاهلي لغايه دلوقتي ما هي الا تعويض عن اللعيبه اللي رحلت، وان النادي الاهلي لسه ما عملش العمق الكافي في السكواد بتاعه علشان يقدر ينافس بقوه في كاس العالم للانديه وفي بطوله الانتركونتيننتال. لكن انا مش متفق معاك ومختلف معاك بنسبه كبيره جدا في نقطه مهمه، وهي ان موسم الصفقات لسه ما انتهاش. ايوه، انا معاك ان لغايه دلوقتي موسم الصفقات مش هو اللي احنا عايزينه، ولكن موسم الصفقات لسه ما انتهاش. انا لسه قدامي القيد الافريقي لغايه يوم 30 سبتمبر، يعني لسه قدامي 3 اسابيع على نهايه القيد الافريقي، وبالتالي النادي الاهلي يقدر يجيب جناح ويقدر يجيب مهاجم ويقدر يتعاقد مع لعيبه تانية سواء محليه او اجنبيه يشغل المركز الخامس اللي ناقص في قائمه النادي الاهلي بالنسبه للاعب الاجنبي. كل ده ممكن يجيبه النادي الاهلي الفتره اللي جايه. مش هيلعب معاك مباراه السوبر المصري، ولكنه هيشارك مع النادي الاهلي في الدوري، وهيشارك مع النادي الاهلي في دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا، وهيشارك مع النادي الاهلي في الانتركونتيننتال وفي كاس العالم للانديه، وده اللي احنا بندور عليه. فانا لغايه دلوقتي مش عايز احكم حكم شبه كامل على صفقات النادي الاهلي لحين انتهاء القيد الافريقي يوم 30 سبتمبر، لكن قبل كده انا مش متفق معاك قوي في النقطه دي، خصوصا ان مباراه الزمالك يا جماعه محدش يطلع يقول لي يا جماعه ان نادي الزمالك سكواده بقى اقوى مننا، نادي الزمالك هياخد مننا السوبر. شفت الزمالك الصفقات اللي جابها نادي الزمالك قويه ازاي، وانت ما عملت صفقات بمنتهى القوه، فبالتالي انت هتخسر السوبر. يا جماعه كده كده انا دايس على الزمالك، وكده كده باي سكواد بيلعب بيه النادي الاهلي، النادي الاهلي يقدر يكسب نادي الزمالك. ما تقوليش نادي الزمالك جايب ونادي الزمالك عامل، انا ماليش دعوه بنادي الزمالك عامل ايه. انا ليا فريقي ومتاكد في فريقي، واثق في فريقي ان بروح لعيبه النادي الاهلي وبقدرات الموجوده حاليا في لعيبه النادي الاهلي هنقدر نكسب السوبر الافريقي ان شاء الله قدام نادي الزمالك. فانا مش قلقان خالص من النقطه دي، لاني دايما معلم على نادي الزمالك سواء السكواد بتاعي قوي او حتى السكواد بتاعي ضعيف. واكبر دليل على كلامي ده يا جماعه نهائي 2020، نهائي القرن. نهائي القرن كان سكواد الزمالك اقوى بكتير جدا من سكواد النادي الاهلي. ايه اللي حصل في الاخر؟ النادي الاهلي هو اللي كسب البطوله، وهو اللي كسب نهائي القرن، وهو اللي خد بطوله افريقيا رقم 9 في تاريخه. فده مش معناه خالص ان انا هخسر السوبر الافريقي، فبلاش افوره يا جماعه. الموسم لغايه دلوقتي مش مرضي وانا معاك في الكلام ده، ولكن بلاش افوره وبلاش الموضوع يعلى مننا ونقول ان الزمالك بقى اقوى، ونعمل حاجز نفسي للاعيبه وللمدير الفني وللجمهور ان احنا نازلين نخسر المباراه. لا بقى خالص، انا مش نازل اخسر المباراه، والمباراه دي باذن الله باذن الله باذن الله هنكسبها، وهناخد السوبر الافريقي على حساب نادي الزمالك مهما كان ال 11 لاعب اللي بيلعبوا في الملعب، سواء هم لعيبه كبيره او حتى لعيبه ناشئين، لان انا عندي ثقه كبيره في فريق النادي الاهلي. فنهدى كده يا جماعه، وبلاش الافوره في النقد علشان ده مش في مصلحه النادي الاهلي خالص. انا باي 11 لاعب معلم على الزمالك وهدوس على الزمالك باذن الله. السلام عليكم.